السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في أي دوت شاو استوديو. والنهارده هنتكلم على 10 طرق تعمل بيهم دواير باستخدام بوكس كاتر. ولكن قبل ما نخش في سؤال هجاوب عليه، في حد كان سألني هو أنت ليه مش بتنزل مشاريع كبيرة؟ الإجابة بمنتهى البساطة إن المشاريع الكبيرة بتتعمل في أيام، ولا في ساعة ولا في ساعتين ولا في 3. بتتعمل في أيام، يعني ممكن تاخد معايا وقت طويل جدا. فالفكرة كلها إن أنا بتبع في القناة هنا طريقة التكنيك، يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي مثلا شغال على العربية، والعربية دي أنت عايز تعمل فيها دايرة معينة بشكل ما. بس لو انت اتفرجت على الفيديو بتاع النهارده، عرفت اغلب الطرق اللي بيتعمل بيها الدواير. بس طبعا انت كده هتكون شغال بوكس كاتر وهارد اوبس. فانت خلاص انا جمعت لك في فيديو واحد كل الطرق اللي ممكن تعمل بيها دوائر احترافيه او نبذه عنها. تمام، فانت دلوقتي خلاص بقيت مجمع الطريقه دي. فمثلا اتكلمنا في فيديو على بيفل، اتكلمنا مثلا على سيلكت، ازاي تعمل سيلكت. فانت في الفيديو الطويل او اللي انا بعمل فيه مثلا عربيه او طياره او موتوسيكل او ايا كان، فانت لما تشوف الطريقه اللي انا شغال بيها مش محتاج اقعد اشرح لك كل حته. ليه؟ لان انت خلاص جمعت الموضوع بتاع الحاجه ديت وجمعت الموضوع بتاع الحاجه دي. فالمعلومات بتتجمع، انت بتشتغل بيها. تمام تمام كده جاوبنا على السؤال ده. نخش على طول، اول حاجه نحدد بوكس كاتر. والنهارده هيكون اغلب شغلنا عن السيركل. تمام، يعني انت اصلا في الاغلب بتستخدم المربع، ولكن النهارده هنتكلم على السيركل. تمام، دلوقتي هندوس شيفت ايه، هنجيب كيوب وده هنبدا نشتغل عليه اول حاجه. تمام، هنجيبه كده شويه ودوست على الداش هتلاقي نفسك جبت الكيوب. بس هنشغل السكرين كي عشان نبقى شايفين مع بعض كل حاجه. تمام، دلوقتي انا عايز اعمل دايره. انت في حته معينه عايز تعمل فيها دايره، هتعمل دايره ازاي؟ هتروح جاي هنا محدد بوكس كاتر، وتروح محدد هنا الدايره، تروح سيلكت تعمل كده تلاقي الدايره اتعملت معاك، هتنزل دن، الموضوع خلص، عملت الدايره. تمام تمام. في حاجه تانية، انا دلوقتي عايز اعمل دايره في المنتصف بالظبط. يعني دلوقتي شايف انا دلوقتي مش عارف اجيب المنتصف، عايز اجيب منتصف الفيس ده، منتصف الكيوب. هقدر اعمل ده ازاي؟ هنا كده هتلاقي فيه سناب، علامه مغناطيس كده. لو دوست على علامه السناب دي وبعد كده دوست على كنترول، هتلاقي ان انت لما انا مثلا محدد هنا، شايف جاب لي الحاجات اللي انا اقدر اعمل عليها دايره بالظبط. مثلا هنا خلاص الدايره دي انا متاكد 1000% ان هي في المنتصف بالملي. تمام تمام، دي اول حاجه. فالسناب ده استخدمه كتير جدا ليه؟ خلاص مهما كان الجنب اللي انت فيه انت ضامن انت بتعمل ايه. مثلا مش عايز تعمل كتر، عايز تعمل كرييت. انت مثلا دلوقتي اهو محدد انت عايز تعمل كرييت، ورحت دايس وجيت هنا رحت عامل دايره. فانت ضامن ان الدايره دي جايه فين؟ جايه جنب، يعني شايف هما الاثنين خلاص ملتحمين ببعض بالظبط. جي زي مثلا طلعت ده كده وجيت بصيت من قدام. تمام، فالسيركل ديت معموله ايه مع الزاويه دي بالظبط. تمام تمام، نفس الكلام ممكن تعمل بيها كتر، ممكن تعمل بيها اي حاجه. فالاسناب مهم جدا عشان تعرف تشتغل بيه. تمام تمام، هنجيب كده الاثنين دولت، هنمسكهم نركنهم على جنب، جي نركنهم كده بعيد ونجيب كيوب جديد. حاجه تانية، لو انت عايز تعمل ميرور، عايز تعمل ميرور بمنتهى البساطه للسيركل بتاعتك. دلوقتي انا جيت هنا اخترت بوكس كاتر وعندي الدايره زي ما هي، جبت الكات. تمام، لو انت عايز تعرف باقي الحاجات او احنا اتكلمت على كل ده بالتفصيل في 4 حلقات في اول القناه خالص، لو ما شفتهمش ممكن تشوفهم دلوقتي. دلوقتي انا جيت هنا عملت كتر. تمام، ونزلت بيه كده، عايز اعمل له ميرور. لو دوست على الواحد هتلاقي اتعكس قدامه الناحيه التانيه، دوست على اتنين هلاقيه اتعكس هناك. تمام، يعني واحد واتنين بلاقيه انعكس ايه هناك. معلش نشغل السكرين كي تاني، نرجع كده نعيد نقول الحته دي تاني. دلوقتي انا عملت هنا دايره ونزلت بيها لحد تحت. تمام، لو دوست على واحد اتعكست قدامها، دوست على اتنين اتعكست هناك. عشان برضه تبقى انت فاهم الحته دي. طب لو عايز اعمل من المنتصف، يعني عايز اعمل ميرور من المنتصف، تعالى كده نجرب تاني. مثلا عملت السيركل هنا ونزلت بيها، قلنا واحد هناك اتنين هناك. بص لو دوست على تلاته ايه اللي هيحصل؟ شايف انا كده بقطع القطر من المنتصف. ودي ان انت تقطع القطرات من المنتصف دي حاجه ممكن نبقى نتكلم عليها قدام شويه. ولكن دلوقتي انت خلاص جمعت ان الميرور يعني مش لازم بقى، مش لازم اللي هو تعمل كده. مثلا هنا كده تروح عامل وتروح داخل عند هارد اوبس، تروح دايس الت اكس وتعكس والكلام ده. لا، دلوقتي في مينت الا مينت هتقدر ايه تنقل هناك على طول. تمام تمام، فكده تعالى كده نجرب تاني. انا عملت هنا مثلا سيركل اهي. تمام، ونزلت بيها لحد تحت، واحد اتعكس الناحيه التانيه، اتنين اتعكس هناك ونفذت ونروح واخدين ده كده جي واي. دي الطريقه التانيه. تمام، عشان بس عد معايا عشان ما تقولش ده قال لنا 10 وهم ايه وهم مش 10. لا، مش اول لما بيقول حاجه بيعملها. فهنقول ندوس شيفت ايه ونجيب كيوب تاني ونجرب عليه تاني. الحاجه التانيه، لو انا عايز اعمل سيركل واعمل فيها بيفل من تحت، ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ دلوقتي انا جيت هنا دوست على السناب، عملت سيركل ونزلت بيها لحد المنتصف كده شويه ورحت واقف هنا. انا عايز اعمل بيفل من تحت، هقدر اعمل ده ازاي؟ هدوس على البي. لو دوست على البي هيعمل لي كده تشامفر. بص لو رحت لحد هناك رحت طالع تاني هتلاقيه قلب بيفل كده، تشامفر كده، بيفل. تمام تمام، دي اصلا من اقوى يعني حاجه قويه جدا في بوكس كاتر. ان انت فاهم لسه مش هتقعد تعمل كده وبعد كده تروح تاني تعمل كده، لا هي في ثواني دون خلاص. اتعملت هنا ايه؟ عملت سيركل ومن تحت عملت ايه؟ عملت بيفل محترم جدا.
دلوقتي مثلا هنجيب ده كده وندوس شيفت ايه ونجيب كيوب جديد. دلوقتي جيت هنا رحت ماسك في المنتصف، عملت السيركل بتاعتي ونزلت بيها لحد تحت، وعايز اعمل سوليديفاي في النص. يعني ايه سوليديفاي؟ طبعا ان انت تمسك فيس وتطلع منه فيس، ولكن سوليديفاي للكتر هو انك تعمل للكتر وهو جوه سوليديفاي. يعني هتخلي الكتر اكنه مولود من النص تاني. لو دوست على حرف التي هتلاقيه اكنه اتولد من المنتصف تاني. شايف انت كده بتعمل ايه؟ بتكبر وتصغر. انت عملت سوليديفاي للكتر بتاعك. تمام. اختصارها ايه؟ اختصارها ان انت دوست، ان انا دوست على التي. تمام. طب تعالى كده في حاجه تانية عايز ما خدتش بالك منها. دلوقتي انا عملت هنا، عملت الكتر بتاعي ونزلت بيه لحد تحت هنا، ورحت دايس على التي وعملت سوليديفاي. تمام. بص لما اجي ادوس هتلاقي هنا جالك ايه؟ اتنين دوتس. دول مهمين جدا. دوت واحد عشان تكبر وتصغر، وهنا عشان خاطر ايه؟ تعمل بيفل من تحت. او لو انت مش كده طبعا، لو رحت لحد هناك ورجعت هتلاقيه قلب تشامفر كده، تشامفر كده ايه؟ بيفل. تمام. دوست كده مسطره. تمام. لو شفته في الاكستري هتلاقيه من تحت معمول له بيفل، مش يعني مش مقفول على طول. فانا كده عرفت ازاي اعمل سوليديفاي للكتر بتاعي. تمام. تعالى كده ننقل ده كده شويه، جي اكس، وبعد كده جي واي نروح حاطينه هنا كده جنب اخواته. الطريقه التانيه هي ايه؟ هي التويست. التويست ده اللي انت تعمل زي دايره كده ولكن مقسومه من الجنب. تعال نشوف بتتعمل ازاي. دلوقتي انا جبت بوكس جديد وعايز اعمل كتر هنا، هروح دايس في المنتصف. مش لازم في المنتصف بقى، ممكن تعمل في اي حته. جبت السيركل بتاعتي ونزلت بيها تحت شويه، رحت دايس على الدبليو طن، هتلاقيها ايه؟ بقت تويست. اقدر كده اخليها لحد هنا. لو دوست على الدبليو تاني هتلاقي عكست هناك. تمام. فكده انت بتغير الايه؟ بتغير المحاور. ممكن تلغيها ساعات. ممكن يعني كان في حد سالني بيقول لي انا دوست على الدبليو بالغلط وجالي التويست ومش عارف اشيلها. لا، هتدوس على الدبليو تاني هتلاقيها اتشالت. الموضوع بسيط يعني. تمام. دون دوست لقيتها ايه؟ راحت جايه لي كده من تحت، اللي هو ايه؟ بيسموها سيركل من جنب واحد. طبعا انا مش عارف اغلب المصطلحات دي بالعربي، فسامحوني يعني لو في حاجه قلتها غلط. دلوقتي مثلا رحت طالع كده جي واي، رحت ايه؟ مودي هناك. ايه تاني ممكن نتكلم عليه؟ طبعا عايزين نتكلم على الاري. دلوقتي هنجيب بقى المره دي مثلا سلندر. من اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها وانا شغال هي ان انا بعمل اري في دايره. بس خلينا اول نتكلم على الاري العادي. الاري العادي هنا كده نجيب كيوب، نمسك كيوب بتاعنا جي مثلا اكس، هنبص على الكيوب ده لوحده. دلوقتي انا عملت سيركل اهي، عملت سيركل في اي حته. طبعا هلغي التويست، دوست على الدبليو لغيته، نزلت بيها كده. لو انا عايز اعمل اري، انت عارف ان انت هتدوس على الفي. تمام. طبعا اقدر ازود او اقلل بالويل بتاعت الماوس. ولو دوست على الاكس هيغير لي المحور. تمام. كده غيرت الايه؟ غيرت المحور بتاعي. يعني كده في الاكس، كده في الواي، وهكذا. تمام. ده الاري اللي احنا ايه عارفينه، واقدر ازود او اقلل. واتكلمنا طبعا كتير جدا عن الاري. تمام. طب لو انا عايز اعمل اري حوالين ايه؟ حوالين منتصف. يعني عايز اعمل اري في حته معينه، هقدر اعمل ده ازاي؟ تعالى كده نبص هنا، ندوس شادو اوتو سموث، هنعمها، هجيبها، هدوس على الداش وهجيب الجزء ده لوحده. عملت، دوست طبعا. بص هنا كتير جدا لان هو بيجيب لك عند كل فيرتكس. هخلينا في المنتصف دلوقتي. انا عملت السيركل بتاعتي ونزلت بيها تحت ايه شويه. عايز اعمل الاري حوالين الدايره ديت، اروح دايس على الفي. طبعا ده الاري العادي. لو دوست على في كمان هلاقيها بقت ايه؟ طبعا ان هو يعني في بعد كده في بلس في، عمل لي ايه؟ عمل لي اري حوالين المنتصف. وطبعا عشان تفهم الحته دي في حاجه عايزك تاخد بالك منها. شايف هنا؟ هنا كده 3 دي كيرسر موجوده حوالين، يعني في منتصف الاوبجكت بتاعي، واللي هي الاوريجن بوينت. انت تجيب يعني هنا كده الاوريجن يعني الجيومتري بتاعت اللي هي النقطه ديت موجوده فين؟ موجوده جوه الاوبجكت بتاعي. وال3 دي كيرسر موجوده في نفس المكان. عشان كده ده حصل معايا. لكن لو الشكل دوت مثلا مايل معايا، لو مثلا جبنا شيفت ايه، انا كده عندي ار اكس مثلا 90 درجه، شايف هو مايل معايا ومكانه متغير، وانا مثلا مغير بقى في السكيل بتاعته ومغير في الحاجات الكتير، مش هتلاقيها ظبطت معاك ابدا. تمام. ليه؟ لان الاوريجن بوينت مكانها هيتغير، وهتلاقي الدايره معاك بتلف حوالين حاجه تانية. يعني هنا الدايره دي هتلاقيها مرتبطه بالايه؟ بال3 دي كيرسر. تعالى كده نجرب. دلوقتي انا جيت هنا عملت، تمام، دوست على في، بعد كده دوست على في تاني. شايف الدنيا مش ايه؟ مش اظبط حاجه. هو هنا بتلف حوالين حته هي مش مظبوطه. انت لو عايزها تلف حواليها بشكل بيضاوي زي ما الشكل ده كده واخد البيضاوي، لازم تظبط ال 3 دي كيرسر مع ايه؟ مع ديت. تمام. نلغي بقى الكلام ده، نمسح دي كده، ندوس على الداش ونرجع دي كده ورا شويه. تمام. تعالى كده نراجع بس مراجعه بسيطه جدا. هنا عرفنا كنا بنتكلم على الدوتس. يعني لو انت عايز تعمل اديت لحاجه في المنتصفات دايره تعملها ازاي. هنا اتكلمنا على
الاري لو دوست على واحد او اتنين او تلاته تقدر تعكس الناحيه التانيه. هنا اتكلمنا ازاي تعمل بيفل من تحت. هنا لو عايز تعمل سوليديفاي للكتر بتاعك، وده التويست، وانت عايز تعمل تويست من الجنب ده او تويست من الجنب ده، هنا ده الاري العادي وهنا ده الاري حوالين دايره. وراجعنا السبع طرق اللي فاتوا، والطريقه رقم 8 هي ان انت تعكس البيفل بتاعك. يعني ايه عكس البيفل بتاعي دي؟ يعني تعكس البيفل من تحت لفوق في نفس الدايره. ساعات كده بتلاقي الدوائر هي من فوق الراس بتاعتها مش معمول لها بيفل، ولكن هي واسعه من فوق. هتشوف دلوقتي انا مثلا دوست اهو، جبت بوكس كاتر، جبت الدوتس، عملت دايره في المنتصف، نزلت بيها تحت شويه. لو جيت دوست هنا على الاف هتلاقي طلع كده معاك جزء لفوق. تمام. جيت دوست على البي هلاقي البيفل بتعمل تحت. انا عايز اعكس ده فوق بقى، اقدر اعكسه ازاي؟ دوست شيفت اف خليني اعكس معاه فوق. ولو جيت كده مسكت، هو كده لسه ما اتعكست. شيفت اف هو كده اتعكس معايا فوق. شايف؟ اقدر بقى اتحكم فيه من هنا وادوس اكسترود تحت كده وانزل بيه تاني اهو كده، انزل بيه لتحت زي الفل. شايف؟ لحد ما يجي كده مظبوط معايا، اروح دايس ايه، ران، هتلاقيه اتظبط معايا. شايف كده الجنب ده ممسوح او طالع معاك لفوق اكتر. عايز تشوف عايز تشوف الكتر بتاعك من هارد اوبس تقدر تشوفه. شايف؟ هو كده ايه، متظبط من فوق. ودي بتنفعني في الحته الجوانبيه، لو انا مش عايز الحافه تبقى كده ممكن استخدم دوت عادي جدا. دي الطريقه رقم 8، ان انا اعكس الايه، ان انا بعمل فليب للكتر بتاعي لفوق. شيفت اف، اول حاجه بتعمل اف، بعد كده شيفت اف. الطريقه رقم 9، ودي بقى يعني ناس كتير جدا بحس ان هي متجاهلاها. دلوقتي انا دخلت على الكتر اهو، دي دوست على دي هجيب نفس المنيو. عندي هنا كده دي سيركل، هنزل كده هنا في 3 حاجات. يعني انت كده لو جيت بصيت، ده كده العدد الفيرتكس اللي انا اقدر اعمله. فعايزك بقى هنا تغير طريقه تفكيرك شويه. مش معنى ان احنا كده بنتكلم على الدوائر ان انت ما بتعرفش تعمل بيها حاجات تانية، لا. ممكن لو دوست كده على الثلاثه ده كده هتلاقيه مثلث. تمام. تقدر تعمل، انت بس عايز تعمل مثلث تقدر تعمله بنفس الايه، بنفس الطريقه. بس لو ما خدتش بالك وطبعا تقدر تطبق عليه 8 طرق اللي احنا قلنا عليهم. لو دوست على البيئه تعمل له بيفل عادي جدا. شايف؟ ده شكل لا يمت للدايره بصله. تمام. تقدر تظبط طبعا الحاجات دي وتقلل الكلام ده، ولكن خلينا بس في النقطه ديت، ان انت دلوقتي بتغير طريقه ايه، طريقه تفكيرك. انت بتعرف تعمل دايره تمام، بس لو جالك إن يعني شكل معين انت عايز تعمل فيه ترس، تعمل الترس ده ازاي؟ هتدوس كده على دي، هنجيب القائمه ديت، هنزود هنا مثلا، خليها مثلا 8. لو جيت نزلت هتلاقي هنا كده جايب لك ايه، كاتب لك كلمه سيركل، في سيركل هنا كده بوليجون، في ستار. تعالى كده نشوف الستار دي ممكن تعمل ايه. لو دوست هنا يعمل كرييت كده، انا عملت ايه، عملت كرييت من نفس الاداه اللي هي اصلا شكلها شبه الدايره. فهي مش معنى كده ان هي بتعمل كتر لدايره بس، لا. انا دلوقتي عملت بيها ستار اهي، اقدر امسح اعمل كده ستار تاني، عملت ران كده هي موجوده. ممكن اديها انا من هنا، عندي هنا بيفل عادي، واقدر ازود براحتي زي ما انا ايه، زي ما انا عايز. الفكره كلها ان انت دلوقتي لو جيت دخلت على الجيومتري هي مظبوطه معاك. لو جيت خدت حددت الايدجات دي كده كلها، تمام، حددت الايدجات. يعني هو الموضوع كله ايه، طريقه تفكير. مش معنى ان هي عليها علامه الدايره ان هي ما بتعملش حاجات تانية، لا، بتعمل حاجات كتير جدا. كل الحاجات اللي هي بتعملها هتنفعك. او كده بص، زودت مثلا زي الفل، مثلا ايه نقول كده، ده ينفع يبقى ترس على فكره، يبقى ترس شكله حلو جدا. تمام. واروح نفس دي انا اعملها ببوكس كاتر، اروح جاي هنا قاطعها بكاتر جديد. تمام. مش لازم بقى استخدم ممكن ارجع تاني للبوليجون عادي، واروح جاي هنا دايس دي كده عشان احنا مختارين 8، ودوست على المسطره استخدم الليزر كات. ده كده ينفع معاك كايه، كترس، تقدر تزود وتقلل براحتك زي ما انت عايز. الفكره كلها ان انت تقدر تعمل تروس، تقدر تعمل حاجات كتير جدا، ولكن ما تضايقش ايه، ما تضايقش مخك. يعني احنا دلوقتي قلنا رقم 9 تقدر تعمل مثلثات، وانت خدت الجيومتري تقدر بقى تظبطها بعدين. مش لسه هتعمل مثلث لوحدك، هتجيب بلين وتشيل منها فيرتكس فتديك مثلث وهكذا، لا، في ثواني. عايز تعمل ستار تقدر تعمل ستار بمنتهى البساطه. تمام. فطبعا في حاجه تانية ممكن نتكلم عليها دلوقتي. انا مثلا عندي شيفت ايه، جبت كيوب. كل الحاجات اللي احنا قلناها طبعا تقدر تستخدمها كايه، ان انت تغير الكلام ده. دلوقتي انا جيت هنا، دوست على الدوت وعملت دايره. طب احنا ليه هنا باين معايا ان هم 8؟ اقدر ازود يعني، فاهم؟ اقدر اجي هنا كده، بدل ما هي 8 اقدر اخليها مثلا ايه، العدد اللي انا عايزه. مثلا في الاغلب لو انت عايز تعمل حاجه جودتها عاليه قوي تخليها 64. دي كده جوده عاليه جدا يعني. داخل هنا كده دي دايره تمام، ما فيهاش الهواء، كلها جيومتري مليانه يعني. وجيت نزلت، طبعا احنا اتكلمنا بقى انت تعرف تعمل فيها كل حاجه. لو دوست على الاكس هلاقيها ايه، بتغير. يعني كده انا عملت ايه، عملت انست، عملت دايره جوه دايره. بقدر احرك دي لوحدها دلوقتي. تمام بقى، لان هي عباره عن ايه، عباره عن قطر.
تعالَ كده نرجع تاني، مش insert بس، كل ما دوست على الX كل ما هنا كده نزلت، لو دوست على الX هالاقيها بقت insert وهكذا، وهكذا. طبعًا اتكلمنا على دُولَة كلّهم في الحلقة بتاعة الtool ذات نفسها. النهارده بنتكلم على الدوائر بس، تمام، تمام. فأتمنى تكون استفدت النهارده وأكون غطيت لك أغلب الدوائر اللي أنت بتشوفها، إزاي تقرا يعني مثلًا بعد ما أنا باعمل كده باروح دايس هنا، لو دوست على السهم ده أنا كده عملت smart apply، أخش الدايرة موجودة معايا، هاقدر أمسك بقى الكلام ده كده، تمام. مسكت الedge دوّة ومسكت الedge ده، control B. لو أنت إيه شغال عايز تعالج الكلام ده تقدر تعالجه بمنتهى البساطة، تخش هنا كده edit mode، هنجيب الvertex، تمام. هتجيب الknife، هتدوس على الkey، تجيب الknife تمسك من هنا لهنا، تروح دايس done، تمام. بعد كده من هنا key من هنا لهنا done، ونمسح بقى الباقي، يعني الحاجات اللي هي ما لهاش لازمة دي كده، تحدد دي، تحدد دي، delete dissolve edge، هم كده ما بقاش ليهم لازمة يعني. تمسك بقى من هنا ومن هنا، عايز تعمل الbevel هنا control B، عملت الbevel معاك زي الفل ما فيهوش الهوا، وهكذا. فأنا كده غطيت لك أغلب الدوائر اللي أنت بتشوفها، أغلب الدوائر بتكون معمولة إزاي تعمل array في دايرة، وهكذا، 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 وهكذا. شكرًا ليكم ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده، وحابب أشكر كل الناس اللي تابعت الكورس اللي هو ال10 حلقات للمبتدئين. أنا فعلًا كنت عامل الكورس ده لأي حد ما يعرفش أي حاجة عن مجال ال3D، حاولت أغطي له أغلب المجالات، ولكن دلوقتي إحنا رجعنا نتكلم عن الhard surface modeling. حابب بقى يعني هنلم باقي الجوانب، هنتكلم عن الbevel المرة الجاية، وبعد كده نتكلم على إزاي تعمل select بشكل صح، وهكذا. شكرًا ليكم، وفعلًا باشكر كل حد بيكتب comment كويس، بجد الحاجات دي بتفرحني جدًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.